ليه مش بتعرف تبطل سجاير حتى لو انت عايز؟ لو انت من الناس اللي حاولت تبطل سجاير وتاني يوم تلاقي نفسك بتدخن اكتر من الاول، في الفيديو ده ليك. الغريب فعلا انك ممكن تكون عايز تبطل تدخين بس جسمك يقول لك لا ما ينفعش. والسؤال هنا يعني السجاير اقوى من الاراده بتاعتك؟ اللي بيحصل لما النيكوتين بيخش جوه جسمك بيبدا يغزو المخ بتاعك زي المخدرات بالظبط، وبيزود هنا افراز هرمون الدوبامين اللي بيحسسك بالمكافاه والانجاز. فكل مره بتشرب فيها سجاير المخ بتاعك بيكافئ. وهنا المصيبه الحقيقيه، المخ بتاعك بيتعود ان مكافاته تيجي من السجاير. يعني لما بتحاول تبطل انت هنا مش بتسحب النيكوتين بس، لا انت كده بتقطع احساسك بالسعاده، فتبدا تحس بتعب وملل وارهاق ونومك بيبقى متلخبط، وتفتكر ساعتها انك محتاج سيجاره عشان ترتاح. بس الحقيقه عكس كل ده، انت مش محتاج السيجاره، انت محتاج ترجع الدوبامين الطبيعي اللي المخ بتاعك نساه. والسؤال هنا ازاي ترجعه؟ وده عن طريق انك تدي جسمك المكافاه بس من مصدر تاني. وهنا يجي السؤال، ايه المصدر اللي ممكن يديك الاحساس بالسعاده نفس احساسك بالسعاده لما بتشرب سجاير؟ هقول لك هنا على 3 مصادر تجربها واوعى تكسل فيهم. اول حاجه انك تلعب رياضه. الرياضه بتعلي هرمونات زي الاندورفين والدوبامين. فاكر الدوبامين اللي قلت لك عليه؟ هو نفسه بالظبط. تاني حاجه الاكل الصحي. الاكل الصحي بيعلي عندك اصلا هرمونات زي السيروتونين والدوبامين برضه، يعني الدوبامين هيعلى يعني هيعلى. اخر حاجه بقى وهو النوم المنتظم. نومك المنتظم هيظبط عندك الهرمونات في جسمك، ومن هنا مش هتلجأ للسجاير. اي حاجه هترفع الدوبامين هتخليك تنسى النيكوتين بالتدريج. يعني لو مش قادر تبطل النهارده فما تلومش نفسك، انت مش ضعيف، انت كل اللي محتاج تعمله انك تعيد برمجه المخ بتاعك. ابعت بقى الفيديو لصاحبك اللي بيقول لك كل يوم دي اخر سيجاره وما يعرفش هو مش عارف يبطل ليه.